صالي اللي بال اللي بو معكم ازا من قناه ازاماتي. اليوم غادي نبدلوا الجو شويه. عمرنا هضرنا على الحب ولا على قصص الحب؟ حنا كاملين ملي كنسمعوا قصص ديال الحب كيطيحوا في بالنا القصص اللي تسجلوا على التاريخ بحال روميو وجولييت، عنتر وعبله، قيس وليلى وبزاف من بحال ما هادو. عمر شي واحد فينا تخيل بانه ممكن تكون قصه حب داخل المغرب؟ جاتكم غريبه ياك؟ بصح كاينه قصه حب وعشق اللي كبيره واسطوريه وداخل المغرب. قصه البحيرتين. قصه ديال البحيرتين إسلي وتيسليت. هي في منطقه إمنشيل، منطقه امازيغيه، منطقه اللي دايرين بها الجبال، وكل جبل كيحكي قصه في التاريخ. كل جبل كيسميوه اهل المنطقه بمعاني، كلمات عندها معاني امازيغيه. في هاد الجبال كاينه قبائل ايتحديدو اللي معروفه تاريخيا بالمقاومه ديالها الشرسه ضد المستعمر الفرنسي. وفي قبائل ايتحديدو كاينين جوج فروع، منطقه ايت ابراهيم ومنطقه ايت اعزه، اللي كانوا ديما مدابزين ومتنافرين على مياه السقي والمحصول الزراعي. حتى النهار اللي غادي يكون هو الاسطوري، اللي غتكون خارجه فيه حاده باش تسقي المحصول الزراعي ديالهم. وهذاك النهار كانت حاده خارجه وكتسقي في المحصول الزراعي ديالهم، واخا هذاك النهار كانت ماشي النوبه ديالهم والنوبه ديال المنطقه الاخرى. وهنايا اللي غادي يجي فيها موحى جاي باش يسقي بالماء اللي هو في النوبه ديالهم وخاصهم يسقيو به هما. غيوصل موحى باش ياخذ الماء وغيلقى المساله سقات به حاده. غادي يمشي عندها وغادي يشوف فتاة جميلة بريئة. غيبقى مصدوم، ما غيقدرش يقول لها علاش وكيفاش. غيقرب موحى عند حاده وغادي تدور وغادي تشوف فيه. غادي يشوف في عينيها البراءة والجمال الفاتن الرباني، وغيبقى كيشوف فيها وكتشوف فيه، وغادي يكون الحب من اول نظره. موحى وحاده عشقوا بعضياتهم، غادي يديو ويجيبوا في الهضره حتى يوصل انه يقول لها انا بغيت نتزوج بيك. هنايا غادي تسولو حاده، غتقول ليه انت منين؟ وغادي تكون الصدمه ملي غيقول لها انا من ايت ابراهيم. وغادي تجاوبو هي وغتقول ليه انا للاسف من ايت اعزه. هما عارفين شنو كاين وبانهم ممنوع انهم يتزوجوا مع بعضياتهم بسبب الخصام اللي كاين لمده سنوات. رغم معرفتهم بهذا الشيء ما عمره ما غادي يقدر يوقع، حتى شي واحد ما غادي يقبل به، ولكن غادي يحاولوا انهم يمشيو للقبيله ديالهم وعند والديهم ويجربوا انهم يهضروا معهم في الموضوع. غيمشي موحى لقبيلته وغادي يعاود لهم كل شيء وغيقول لهم انا عشقتها وحبيتها وبغيت نتزوج بها على سنه الله ورسوله. للاسف القبيله كامله غادي ترفض، والامل الوحيد اللي كان عنده هو باه، ولكن للاسف حتى باه ما قبلش ورفض نهائيا انه يتم هذا الزواج. كذلك عند حاده، مشات عند والديها وقالت لهم بانها بغات تتزوج من واحد الشاب من ايت ابراهيم. رفضوا نهائيا انه يكون شي حاجه ولا تجمعهم شي علاقه بهذيك المنطقه. غادي يصبر موحى لواحد المده حتى النهار اللي غادي يجي فيها واحد الولي اللي كيدوز دائما من المنطقه تما وكيحاول يصلح ما بين القبيلات. غادي يهضر مع داك الولي وغادي يقول ليه بانه عشق البنت من ايت اعزه، ولكن القبيله ديالهم رافضين نهائيا انه يتزوج بها. غادي يعاود لي القصه ديالو وغادي يقول لي انا عشقتها وبغيتها وبغيت نتزوج بها على سنه الله ورسوله. غيحاول هذا الولي هذا او الحكيم كما تيقولوا ليه اللي هو سيدي احمد المغني، غادي يحاول انه يهضر مع القبيلات ويصلح بيناتهم باش يتم هذا الزواج هذا، ولكن القبيلات بجوج ما قابلينش نهائيا. غادي يقول موحى للولي باش يمشي عند حاده ويقول لها باش تجي عنده تلاقاه في واحد البلاصه اللي ما عارفها حتى شي واحد باش يقدروا انهم يوصلوا لشي حل. فعلا حاده داكشي اللي دارت، خرجت عند موحى وتلاقاتو في البلاصه اللي قال. غادي يتلاقاو في هذيك البلاصه وهما عارفين انهم هذاك الشيء اللي داروا غلط، لانهم جلسوا تما لمده طويله الايام وما قادرين لا يكملوا ولا يرجعوا لديورهم، حيتاش الا رجعوا لديورهم غادي يكبر المشكل اكثر. هو ما قدرش يرجع لقبيلته وهي ما قدرش ترجع لقبيلتها، حيت بالنسبه لهم في هذاك الوقت كان انه البنت تجلس مع العشيق ديالها بلا زواج بلا حتى شي حاجه غلط كبير، وبالخصوص انه مع القبيله اللي هما مدابزين مع بعضياتهم. ولكن بالنسبه لهم هما
الحب اللي كيجمع كبر من هاد المشاكل اللي ما بين القبيلات، ما باغيينش يستسلموا. بالخصوص موحى ما قادرش يستسلم نهائيا، ولكن حاده غادي تقول لي بانه هادشي تنديرو فيه راه ما عنده حتى شي حل، خاصنا نديرو شي حل ونرجعوا للقبيلات ديالنا. من الخوف اللي فيهم ما غاديش يرجعوا للقبيلات، كل واحد غادي يمشي للقبيله الثانيه ديال الاخر. ومن كثره الحزن والخوف والمشاكل اللي تراكمات عليهم والغلط اللي داروا كذلك، غادي يبقاو جالسين، هي في منطقه هو في منطقه بعاد على بعضياتهم، غادي يبقاو جالسين تيبكيو، والقلب ديالهم عامر بالحب وبالخوف وكاع الاحاسيس اللي مخلطه عليهم. وهنا فين غادي توقع الحاجه اللي ما كانوش كيتسناوها، وهي اللي كاينه في التاريخ وبقات لحد الان كيتذكروها وبقى ذكرى قدامنا ونقدروا نشوفوها بعينينا، اللي هي من كتر البكاء ديال حاده تكونت قدامها بحيره بالدموع اللي هي سميتها حاليا تيسليت. وتيسليت بالمعنى المغربي او بالدارجه هي العروسه. ونفس الشيء بالنسبه لموحى، من كتر البكاء تكونت قدامه بحيره بالدموع، وهذه البحيره حاليا سميتها بحيره إسلي، وإسلي هو العريس. وبكثره الغضب والخوف ما قادرينش يرجعوا لدارهم، ما قادرينش يكونوا مع بعضياتهم. الحل الوحيد اللي كان كيبان لهم في هذيك اللحظه هي البحيره اللي قدامهم. وهنايا غادي يكون القرار عند موحى، غيبقى يشوف في هذيك البحيره وغادي يهز راسو وغادي يلوح راسو في البحيره وغادي ينتحر. كذلك حاده غتبقى تشوف في البحيره وكتشوف انه ما قدامها حتى شي حل اخر من غير انها ترمي راسها تما وتموت. هي رمات راسها في البحيره وانتحرت. انتهت قصه العشق حاده وموحى اللي كان بيناتهم واحد الحب كبير، ووقفوا بيناتهم القبائل بسبب المشاكل والتنافر اللي كان بيناتهم. ولكن بقات عبره نهار رجع عندهم سيدي حمد المغني ولامهم على كل شيء وقال لهم نتوما السبب في هذه الكارثه وفي هذا الانتحار. تما اللي قرروا القبائل باش يكفروا على الذنب ديالهم وداروا موسم الخطوبه اللي ولا كيدار كل عام، كيدار موسم الخطوبه وكيتزوجوا فيه الشباب تكفيرا على الذنب والغلط اللي ارتكبوا ضد موحى وحاده. خلاو لهم العبره باش عمرهم يوقفوا ما بين شي جوج اللي باغيين بعضياتهم في الحلال وباغيين يتزوجوا على سنه الله ورسوله. من تما ما بقاو كيجبروا حتى شي واحد ولا حتى شي وحده انه يتزوج شي واحد اللي ما باغيهش، ولا يوقفوا في الزواج ديال شي جوج نهائيا. ومن تما كونوا موسم الخطوبه اللي هو معروف حاليا اللي تيكون في شهر 9 او شهر 10 في نهايه السنه، بعد ما كيحصلوا على المحصول ديال الزراعي ديالهم باش انهم كيبيعوه، وفي نفس الوقت كيزوجوا الشباب اللي كيكونوا ديجا مخطوبين في القبيله في هذوك الايام الاخيره تيكونوا تخطبوا وكيزوجوهم نهار ديال الموسم الخطوبه. موسم الخطوبه اللي ولا معروف عند كاع الناس ولا وجهه سياحيه ولا الناس كاملين عارفينه، كتقرب الوقيته كلشي كيمشي لهذاك الموسم. وبزاف ديال الجرائد وبعض الاخبار اللي تيقولوا شي حوايج اللي ما عندهاش حتى شي كامله غلطه 100% على هذيك المنطقه، تيبقاو يقولوا بانهم تيبيعوا البنات ديالهم وبزاف ديال الحوايج. ولكن هو السبب الاصلي ديال المنطقه ديالهم علاش تيديروا هذاك الشيء حيتاش ما عندهمش القاضي وما عندهمش العدول، والوقيته الوحيده اللي تيجي عندهم القاضي والعدول هو في هذاك الموسم. وتيكونوا كاع الناس اللي مخطوبين، البنات والدراري اللي مخطوبين ومازال ما عقدوش عقد القران كيعقدوه هذاك النهار، وهذيك هي الفرصه ديالهم في هذاك الموسم. ولاو دائما كيديروا هذاك العرس داخل الموسم امام الجميع. والبحيره ديال إسلي وتسليت هي راها معروفه بزاف، اللي جات في ارفود في منطقه بالضبط ديال إيملشيل. حاليا بزاف ديال السياح كيمشيو ليها لانها منطقه في الاطلس الكبير، رائعه الجمال ما بين الجبال والطبيعه، وكيكون فيها الثلج وتيكون فيها واحد الجو اللي زوين بزاف. وهنايا كنكونوا عرفنا شويه على القصه ديال موحى وحاده اللي بسببهم تكونات بحيره إسلي وتسليت ولات معروفه وقصه امازيغيه متورخه في التاريخ المغربي ولا كلشي عارفها. ولكن كاين واحد المشكل بسيط اللي هو انه فاش كنت كنبحث على الموضوع وعلى القصه كنلقى كل واحد كيفاش كيعاودها، كل واحد كيعاودها بطريقه مختلفه. انا شفت اللي بانت لي بانها منطقيه وهي اللي عاودت، وكاينين شي ناس يقولوا انه القصه ما كايناش، وكاينين كيقولوا بان هذيك القصه غير عبره باش انه بنادم
ما يكونش كيوقف ما بين زوج الا كانوا كيبغيو بعضياتهم. وداكشي علاش اخترعت هذه القصه. بصراحه انا براسي ما عارفاش ان القصه واش بصح 100% ولا لا. مهم كانت بصح 100% راها شي حاجه اللي زوينه وبتبقى عندنا في التاريخ المغربي والتاريخ ديال الامازيغ. ولا ما كانش بصح راه عطاو عبره باش بنادم يكون عارف بانه راه ما يمكنش توقف في الحب امام الحب ولا امام جوج اللي كيبغيو بعضياتهم. بالعكس خلي الناس يعيشوا حياتهم، واللي بغى يتزوج بشي وحده كيبغيها يتزوج بها. اهم حاجه انه يكون الوفاء والثقه والحب. الحب الا كان الحب ما عندنا ما غادي نديروه، ما خصناش نوقفوا في وجههم نهائيا. كانت هذه عبره صغيره، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم القصه. وتهلاو في راسكم، ما تنساوش لايك وسبسكرايب. كيجاني كيجاني اللوك الامازيغي، حاولت انني نقادو. المهم ما تنساوش لايك وسبسكرايب وكومونت وشير الا بغيتو. وتهلاو في راسكم. بيزو على tout le monde.